هكمل كلامي الأسبوع ده الجزء الثالث على إيه الفاكتورز اللي ممكن تكون السبب ورا التحديات اللي بتمر بابنك أو بنتك. بارت 1 اتكلمت فيها على النوم اللي هي السليب سواء الكوانتيتي أو الكواليتي، على التغذية اللي هي الدايت والنيوتريشن، والحركة اللي هي الموفمنت. بارت 2 اتكلمت فيها على السكرين تايم، الوقت اللي الطفل أو الطفلة بيقضوه قدام السكرينز بمختلف أنواعها، الحالة الصحية للطفل من ساعة ما اتولد أو حتى even قبل ما اتولد اللي هي الكلينيكال والميديكال كونديشنز بتاعت الطفل، والانفكشنز العدوى إيه اللي ممكن تكون الطفل أو الطفلة عدوى اكتسبوها وأثرت على نمو المخ. النهارده هبدأ بارت 3 بالفاكتور السابع اللي ممكن يكون مؤثر على الطفل أو الطفلة، وهو الميديكيشنز الأدوية، وإزاي الأعراض الجانبية ممكن تكون مأثرة على المود والأنكزايتي، بتعمل مشاكل سلوكية مش مقبولة، بتأثر على التركيز والانتباه والدراسة وحاجات تانية كتير. بس تعالوا نتفق إن في أطفال لازم تاخد أدوية لظروف طبية معينة، لكن اللي مهم جدًا إن الأهل يعرفوه إن أي دوا مكتوب prescribed أو over the counter بنقدر نشتريه من غير وصف الطبيب يعني، ممكن بيساهم في أعراض تانية غير مستحبة، أو حتى يكون السبب في سوء أعراض already موجودة. دي أول حاجة لازم نفهمها، كل دوا له side effects وبتختلف من جسم لجسم، لذلك لازم ناخد بالنا أوي لو في دوا جديد اديناه للطفل، جرعة اتغيّرت سواء زادت أو قلّت، الوقت حتى اللي بندّي فيه الطفل أو الطفلة، يعني لو غيّرنا كان متعوّد بياخدوها مثلًا الصبح بقت بالليل أو الضهر، لازم نراقب الموضوع ده كويس أوي ونقارن بالأعراض، هل كانت موجودة والّا دي أعراض جديدة؟ مهم أوي، أوي نشتغل مُخبرين في الوقت ده، آمم نشوف إيه اللي اتغيّر في الbehavior، إيه اللي اتغيّر في الmood، إيه اللي اتغيّر في الmental health بتاعة الطفل. عايزة أدّيكم شوية أدوية كده وإزاي مثلًا بتأثّر. في أدوية مثلًا زي الantibiotics، ده طبعًا مش كلامي، ده كلام علمي موثّق من دكاترة. الantibiotics مهمة جدًا طبعًا في أوقات وساعات بتبقى life saving، بس استخدام الantibiotics عمّال على بطّال أو في سِن صغيّرة أوي بيأثّر على الgut microbiome. إيه هي الgut microbiome دي؟ هي توازن البكتيريا النافعة والضارة في المعدة، ده بيأثّر على المُخ والproper development. طيب في أدوية النفسية والعصبية بشكل عام يعني، في منها بيساعد على سوء الأعراض اللي هي المفروض يعالجها، لازم المعلومة دي تكون موجودة عند الأم والأب، ده مش معناه إن الأطفال ما تاخدش الدوا. بس لازم نفهم إن فيهم أدوية ممكن تساعد الأطفال وممكن تسوء الحالة عند أطفال تانية، زي الstimulants اللي ممكن بتتكتب للأطفال اللي عندهم ADHD عشان تعالج الhyperactivity والimpulsivity، ممكن تزودها، زي أدوية الantidepressants ممكن بتخلي الأطفال أكثر توتر، بيجي لهم أرق، بيجي لهم زيادة في الوزن وأعراض تانية كتير. مثلًا أدوية الصرع ممكن بتأثّر على النفسية وبتعمل اكتئاب وبتأثّر على الmovement الحركة، وبتعمل زي brain fog في المُخ، بتعمل تعب وإجهاد وبتأثّر على الذاكرة. مثلًا في إيه تاني، ممكن أدوية الإمساك المُزمن، لو الأطفال عندهم إمساك مُزمن وبتبدأ الأم بتستسهل فبتدّي أدوية الإمساك، بتأثّر لو اتاخدت فترات طويلة. أدوية الحساسية أي antihistaminics مهمة، بس برضه لازم نعرف إنها بتأثّر على السلوك والتركيز والmood بشكل عام. اللي عايزة أقوله لازم كأم تبقي عاملة زي الرادار عشان تلاحظي أي تغيير في الأولاد نتيجة الmedications اللي تم يعني اللي الطفل أخدها. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة لازم نتكلم مع الدكتور اللي كاتب الدوا. أو لو حاجة كانت مكتوبة من زمان، يعني دوا مكتوب من زمان لطفل وغيّرتِ الدكتور، لازم الدكتور الجديد يعرف الhistory وإيه اللي الطفل كان بياخده وعمل معاه إيه، يعني إيه الside effects أو الgood effects اللي حصلت من الدوا. اتكلموا على مخاوفكم من الأدوية، اقروا النشرة، أنا عارفة النشرة ساعات بتخوّف وبتبقى exaggerating، ادخلوا على الإنترنت، اقروا الreviews، في دلوقتي support groups للmothers اللي أولادها بتاخد مثلًا دوا معيّن
وكل أم بتدخل تكتب تجربتها مع الدوا. شوفوا الbenefits قصاد إيه ممكن الside effects، واتكلموا وخدوا رأي كذا دكتور مش دكتور واحد. الفاكتور التامن في سلسلة الحلقات بتاعتنا هي الphysical environment، وهي البيئة المحيطة بالطفل. وقصدي هنا بالphysical environment الفاكتورز زي أنواع المولدز والفنجس المختلفة. هي بتتقال كده بالضبط الفطريات والعفن. عندنا نوع اسمه الblack molds، ده حتى ظهر مؤخرًا واتكلموا عليه كتير في الفترة اللي فاتت. هو ساعات مش بنقدر نشوفه بالعين، بس هو بيظهر في الأماكن اللي لو في مشاكل في المَيّة في الحمامات، أو مَيّة مترسبة لفترات طويلة، ممكن بيكون موجودة وبيسبب مشاكل كتيرة. الheavy metal exposure، lately الطب كله بيتكلم على إن الأجسام الأطفال اللي فيها الheavy metals عالية بنسب زيادة عن المسموح بيها بتأثّر جامد، اللي هي المعادن الثقيلة زي الlead اللي ممكن يكون موجود في المَيّة في أماكن معيّنة من العالم طبعًا، أو في بويات لمّا الأطفال مثلًا بتدخل مكان لسه متبيض جديد فيه أنواع بويات فيها lead. الlead ده بيسبب brain damage. فاكرين لمّا زمان كانوا بيقولوا لنا بلاش القلمة الرصاص، بلاش تحطوها في بُقُّكم أو تمسكوها بإيديكم فترات كتيرة، اللي هي سِن القلم ذات نفسه. الlead بيسبب brain damage في الأطفال، وبيتراوح من mild لsevere. الميركوري مثلًا اللي هو الزئبق اللي موجود في أسماك معيّنة، برضه لو ترسّب في جسم الطفل بأكتر من نسب مقبولة، بيبقى له effect على الbrain development. الأولاد اللي عايشة جنب مصانع وفي عوادم كتير طبعًا، أو على طرق سريعة، أو مُدن ملوثة الpollution بتاعها عالي، هم أكثر عُرضة إن يكون عندهم heavy metal toxicity، أو heavy metals معادن ثقيلة مترسبة في أجسامهم. طيب إيه كمان من الphysical environment ممكن يكون بيأثّر؟ الchemicals. الchemicals يا جماعة كارثة، اللي موجودة في المنظفات الصناعية، الair fresheners، الحاجات اللي بتنعّم الهدوم اللي هي fabric softeners، الshampoos والshower gels. وكمان أكتر لو في حساسية لأي مكون من الحاجات دي، ممكن برضه بتأثّر على الmental capabilities. في حاجة كمان وما بناخدش بالنا منها أوي، الplastics. ساعات كتير استخدام نوع مش صحّي للمَيّة أو الأكل بيكون له تأثير خطير، لإنه بيتفاعل مع الأكل الparticles المُضرة اللي في الplastics بتتفاعل مع الأكل والمَيّة، وبتأثّر على المُخ والنمو بشكل عام. طيب نعمل إيه؟ الحمد لله في مصر وأكيد في الدول العربية في حاجة اسمها تحليل المعادن في الجسم. هنا في مصر بيحصل في المعاهد البحوث. ممكن تعملي لطفلِك تحليل معادن كامل، ودي خطوة مهمة جدًا. وفي حاجات طبيعية بتساعد على detox المعادن الثقيلة، اللي هي طبعًا زايدة عن اللزوم، زي نبات المورينجا، بس طبعًا لازم يكون تحت إشراف دكتور متخصص. اللي إحنا نقدر عليه إن إحنا نجيب filters مثلًا للمَيّة، وده investment مهم مش رفاهية. لو ممكن كمان في غرف الأطفال يكون في air purifiers اللي هي منقي للهوا. نقلل استخدام الplastics على قد ما نقدر، ولو هنستخدمه يبقى نتأكد إنه PPA free اللي هو النوع المسموح للأكل، لإن مش كل نوع plastic bags أو plastic bottles ينفع نخزّن فيه الأكل أو المَيّة. كل خطوة حتى لو صغيرة في الاتجاه السليم هتفرق جامد أوي مع الأولاد. الفاكتور أو العامل التاسع هو المدرسة، ودي من أكتر العوامل اللي ممكن تكون مأثّرة على ابنِك أو بنتِك. تجربة الأطفال في المدرسة ليها دور مهم جدًا في حالة الطفل بشكل عام. عشان كده لمّا نيجي ندوّر على الحاجات اللي ممكن تكون مأثّرة على الطفل، لازم نشوف الفاكتور ده، البيئة المدرسية. أول حاجة مهمة جدًا هي نمو الطفل والexpectations بتاعة المدرسة. لمّا يكونوا مش متوافقين الطفل هيعاني، لإنه مش قادر يعمل اللي مطلوب منه، وبالتالي هتأثّر على تركيزه وانتباهه، وبالتالي being أصلًا interested to learn is gone. وبعدها الطفل يحصل له overwhelm والstress بيتمكن منه،
وبالتالي يحس إن هو uncapable ويحصل يا إما aggressiveness جامدة جدًا من جهة الطفل أو انزواء وإن الطفل يكون عايز يبقى لوحده تمامًا. القاعدة الذهبية إنه no learning occurs under stress، فلو المدرسة مصدر stress لا يمكن إنكم تتوقعوا تعليم، والstress ده ممكن يكون socially، mentally، cognitively أو physically. وهنا مش مهم إحساسنا إحنا كadults، لو إحنا شايفين الموضوع بسيط بس هو مش بسيط عند الطفل، إحساس الطفل هو الأهم وهو اللي هيتاخد في الاعتبار، لإنه هو اللي بيقعد أكتر وقت برّه بيته في المدرسة. ساعات كمان ما فيش match بيبقى ما بين الطفل والمدرسين أو المدرسة بتاعة سنة معينة، لو المدرسة مش عارفة تحتوي الطفل أو الطفلة وفاهمة احتياجاتهم إيه، بيحصل clash عادةً ما بين المُدرِّسة والطفل أو تجاهل تام، وفي الحالتين الطفل هو اللي هيتأثّر، وهتشوفوا symptoms في الطفل سواء في قدرته على اكتساب العلم أو مشاكل سلوكية واكتئاب وmental health issues. كمان مهم ناخد بالنا من نظام التعليم وشخصية الأطفال، لأن في أطفال أوكي معاهم rigid systems والstructured الrigid أوي وبيعرفوا يتقبلوا المعلومة، وفي أولاد محتاجين less rigid systems ولess structure، فمهم أوي إن إحنا نبقى flexible في السيستم بتاع التعليم، يعني مش عشان إحنا عايزينهم يتعلموا تعليم معين وهم مش fit كشخصية معاهم نحطهم فيها، في الآخر الcharacter هو أهم حاجة. برضه زملاء وأصحاب المدرسة ممكن يكونوا عامل للsymptoms اللي بتمُر على طفلِك، فمهم جدًا نحاول نعرف لو الطفل حتى مش بيتكلم وبيopen up وبيحكي، لو هو بيتعرّض لتنمُّر أو هو ذات نَفْسه بيكون متنمّر على أطفال تانية، ممكن نعرف عن طريق مُدرّسين بنثق فيهم أو أصحاب لبنتِك أو ابنِك إيه اللي بيحصل بالضبط في المدرسة. في برضه factor مهم أوي في المدرسة لازم ناخد بالنا منّه، ولازم تسألوا المسؤولين في المدرسة وأنتم بتقدّموا لأولادكم هل الschool settings بيوفّر للأطفال وقت ومكان كافي للحركة اللي هي الphysical exercise والmovement؟ لإن ده شيء مهم وضروري ومش رفاهية، يعني لإن الphysical activities بتsupport الbrain development. في حاجة كمان إن هل المدرسة والمدرسين طول النهار بيلوموا الأطفال وvery critical عليهم وحتى عليكم أنتم كأهل؟ يعني دايمًا ما عندهمش الsupport system للأطفال المحتاجة دعم؟ المدارس اللي ده نظامهم by all means مش مدارس تسيبوا أولادكم فيها. The research is clear on that. الsystems اللي طول النهار بتعنِّف وبتعمل shaming للأولاد، مش بتعلِّم الأولاد إزاي يعملوا self regulation، بل بالعكس بتخلق anxiety وأمراض نفسية للأولاد وتأثيرها ممكن يقعد العمر كُلّه. برضه لو المدرسة ما عندهمش qualified calibers للتعامل مع الchallenges المختلفة زي الديسلكسيا مثلًا أو هي عُسر القراءة ومش بيadvocate للأولاد with challenges، تأكدوا إن أولادكم مش هيستفادوا بل بالعكس أعراضهم هتسوء. هنا لو البذرة اللي إحنا بنحاول نزرعها اللي هي أولادكم مش بتكبر وبتزدهر في المدرسة، أنتم لازم تغيّروا المدرسة اللي هي البيئة اللي البذرة دي بتنمو فيها، لإن لازم تكونوا مرنين كمان وما تتمسكوش بمدرسة معيّنة، المدارس كتير وأكيد هتلاقوا مدرسة تطلّع في أولادكم أحسن ما فيهم، زي كده بيقولوا لمّا تكون البذرة مش بتنمو في الأرض معيّنة أنتم مش هتغيّروا البذر، أنتم هتغيّروا الenvironment اللي هي فيه. بلاش طبعًا مهاجمة المدرسة، حاولوا الأول تبنوا روابط مع المدرسين وإدارة المدرسة لصالح أولادكم، مع الاعتبار إن أنتم أكتر ناس فاهمة أولادكم. You are the experts on your kids. فbe open to listen but do your research. الأطفال المحتاجين دعم معيّن وما حصلوش عليه، هتعمل حاجات تانية ومشاكل anxiety وlow confidence وself esteem وaggressive behavior وdepression، وساعتها التعليم مش هيكون في أهمية سلامة الmental health بتاعة أولادكم. هاتكلم كتير مع متخصصين في التعليم وإيه دور المدرسة ودور الأهل
في دعم الأطفال ومساعدتهم على تحدي الصعوبات. فلو عندكم أي أسئلة بخصوص التعليم، أنا باجمّع الأسئلة كلّها وهاتكلّم مع متخصصين قبل بداية فترات دخول المدارس، فابعتوا لي كل الconcerns بتاعتكم وإن شاء الله أجاوب لكم عليها كلّها.